السلام عليكم. واخيرا المرحله النهائيه، على بركه الله نرون الصفوف، نصليو على النبي وننزل المستلزمات ديالنا. وللتذكير عندي هنا اللوز اللي مطحون، وعندي الجنجلان مطحون، وعندي اللوز حبوب والجنجلان حبوب، عندي كذلك الطحين اللي حمرناه، وعندي المنكهات، وهنا عندي سكر ثقيل او سكر ناعم. وبالنسبة للمواد الدهنية عندي هنا نص كاس الزبدة مذوبة معاه معلقة كبيرة ديال السمن الحار، وعندي ربع كاس ديال الزيت. وهنا كنضيف ديك الجوز مطحون او القرقاع، وهذا بوحديته عامل كيجعلني ما نحتاجش بزاف من المواد الدهنيه. لاحظوا انه كيرجع سائل تماما، وهذا كيساعدني انني ناخذ واحد الكميه يعني قليله جدا من الماده الدهنيه. وهنا كنضيفوا ديك اللوز ديالنا اللي طحناه، لاحظوا انه كيرجع تماما في حال الطرون، وهو بيدو حتى هو كيعطينا واحد الكميه كبيره من الدهون النباتيه الصحيه. وبنفس الطريقه هنا عندنا الجنجله نعاود اللي طحناه حتى هو، ومباشره كنستعملوا منكهات. سجلوا معايا الكميات: 2 معلقات كبارين ديال القرفه مطحونه، و2 معلقات ممسوحين ديال النافع مطحون، وهنا عندي نصف معلقه صغيره ديال جوز الطيب، وهنا تقريبا نصف معلقه وفتيوته ديال قعقله مطحونه. وطبعا هاد المواد كلها غربلناها مزيان مزيان. وهنا حوالي 4 ولا 5 د الحبات ديال المسكه الحره، واخا كتشوفوا عندي هنا نص المعلقه، راه ما هي الراس د المعلق كافي. انا حيت طحنتها بالسكر كتظهر فحال كثيره. صافي كنخلطوا هاد المكونات ديالنا هادي مزيان مزيان. وهنا نسيت المليحه، ضروري واحد الفتيوته د المليحه باش كنعوضوا بها الطعم د السكر. وهنا كندخل اللمسه ديالي الخاصه في تحضير الصفوف. كيف ما كتعرفوا الصفوف عاده كنبداوها بالمواد الصلبه، وعلى راسها ديك الطحين اللي حمرناه. هنا انا كنقلب الصوره وكنبداه بالسوائل، لان هذا فيه اقتصاد اكبر على المجهود العضلي. لاحظوا معايا ان هنا كنخلط المواد السائله مع بعضها، وهذا كيجي ساهل جدا حد ما كنوصل لهذه المرحله اللي كنوري لكم. لاحظوا معايا ما بقوش عندنا تكتلات مطلقا، عاد باش كنضيف السكر وكنستمر في التحريك. التحريك هنا كيجيني سهل جدا، بعكس اذا بديت بالمواد اللي هي صلبه كيكون خاصني مجهود عضلي كبير، واللي كيحتاج حتى الوقت اكثر والمجهود اكثر. هذا بالاضافه ان هذه الطريقه كتساعد حتى مثلا البنيتات او السيدات اللي اول مره كيحضروا الصفوف، كتساعدهم ما يتغلبوش. علاش؟ كيضيفوا الطحين عيب بالتدريج، اما الا بداو به يقدر القوام ما يكفاهمش. وهنا من بعد ما كنتاكد من انسجام جميع العناصر كنضيف ديك الجنجلان المحمر وكنخلطو حتى هو حتى كينسجم مزيان مزيان. لاحظوا معايا انه سهل في التحريك جدا، لان هنا مجرد عمليه التخليط، مازال ما دخلناش لشي مجهود عضلي كبير. من بعدها كنضيف ديك اللوز اللي قليناه حتى هو، ولحد الان لاحظوا معايا الحركه خفيفه وسهله، ما كتطلبش شي مجهود كبير، يعني ببساطه وبسهوله كبيره كيتخلط معايا وكينسجم في وسط الخليط مع بقيه العناصر. صافي العناصر ديالي بالصلاه على الحبيب كلها منسجمه. كنضيفوا ديك الطحين ديالنا بالتدريج على 3 دفعات او حتى اكثر. بالنسبه للي مبتدئات ممكن نضيفوا على 4 على 5 دفعات على حسب القدره ديالكم، انتم ماشيين وانتم كتزيدوا. وهنا كنلفت انتباهكم ان هذه الكميه ديال القوام اللي عملنا ممكن تاخذ منا 1.5 كيلو د الطحين حتى 3 كيلو ديال الطحين. علاش؟ اذا كانوا عندنا العدد الناس قلالين وبغينا يعني نعدلوا شي حاجه هيدا فاخره وراقيه وغلاب عليها القوام، 1.5 كيلو هو القياس التقريبي اللي كيجي يعني قوام مثالي وطعم مثالي. انما الناس اللي عندهم يعني عدد كبر فكيحتاجوا كميه اوفر، بالتالي كنحتاجوا الدقيق اكثر، ومع ذلك كيبقى لنا الطعم شي حاجه رائعه. لاحظوا انني في هذه المرحله كنبدا نعرك بجود اليدين، ما بقيناش في مرحله التخليط، دخلنا لمرحله الدلك، ولكن كندلكو تماما بحال كنتعاملوا مع العجين، ماشي نفس درجات الصعوبه. الناس اللي كيتعاملوا مع الصفوف عارفين علاش كنهضر، ماشي حتى الربع في درجه الصعوبه ديال الصفوف حين كنبداوها بالمواد الصلبه. لاحظوا انني بحال كنخدم العجين تماما، ومع ذلك كيبقى سهل. هنا كنعمل ساليت الكيلو د الطحين الاولي باش نعمل واحد التجربه باش كنعرف واش نزيد الدقيق او بركه.
وهنا في هذه التجربه ماشي كنشوف فقط على القوام ولكن حتى الطعم اذا كانت باقا ناقصاني شي حاجه. وهنا كنوري لكم واحد الطريف، لاحظوا معايا الساعه الاولى كيظهر لك انه قوام مثالي، هذا القوام اللي كتمناه اي سيده في الصفوف ديالها، ديك القوام اللي كيجي معلك ومرمل. ولكن مع ذلك غنقول لكم زيدوا في توته الطحين. علاش؟ نغد ليه مازال اللوز ماشي يطلق الزيت ديالو والجنجله ماشي يطلق. وهذا جواب على السؤال اللي كتبتوا لي، قلتوا لي علاش الصفوف كيطلق لنا الزيت فيما بعد. لاحظوا هنا كنوري لكم تجربه اخرى، خصنا نوصلوا لهذه المرحله واخا ما تصورت لي شي الصوره كامله، خصنا نوصلوا للمرحله تشوفوا كيفاش كنتعامل. كيجيني ثقيل، خاص يكون الصفوف ديالي قاصح بحال شي عجين اللي قاصح بزاف. لاحظوا المجهود اللي كياخذ مني باش كنهبطو، كنتعامل معاه بصعوبه. هنا عاد كنقول وصلت للقوام المناسب. اما ديك الاولي واخا شفتوه عجبكم القوام ولكن كونوا على يقين غد ليه يطلق لكم الزيت. كنتمنى نكون وضحت لكم الجواب ووضحت الصوره. اذا هذه النتيجه المبدئيه. غدا ان شاء الله باش نعمل التزيين والتقديم ونشارك معكم الفيديو. شاركوا معايا نتائجكم وصلوا على الحبيب.